صباح الخير، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. امبارح جاتني كونسلطاسيون في الليل واحد شويه وسيتي اورجون من عند واحد السيده كنعرفها. صونات عليا وانا كنوجد في هذاك الفيديو ديال شخصيه المنقذ فقطعت عليها، ولكن بانت ليا بان راه كاينه شي حاجه اورجون. كملت وعيطت ليها دونك هضرنا وداكشي. هاد السيده هذه يلاه دابا تفرقت مع راجلها من بعد تقريبا شي 22 عام، قالت لي ديال الزواج وانا كنعرفها وهضرت معاها فاش يعني وقع الخصام الاخر بيناتهم. وجاسبر انه ما يكونش الاخر، جاسبر انهم يلقاو شي ارض اللي يتفاهموا فيها ويعاودوا يرجعوا لبعضياتهم. المهم هي شنو وقع ليها. الفيديو اللي حطيت في القناه السيمانه الفايته ديال علاش ما كنقدروش نتعافاو من بعد الموت ديال شي حد اولا من بعد الفراق، سبحان الله هي عاودته لي البارح. يعني وقع ليها هذاك لو شونجمون، هذاك لو بوزوان اللي وقع ليها. فهي مهم دابا تفارقوا تقريبا يمكن شي 3 سيمانات اولا شهر باش صافي هز حوايج ومشى. بقات هي ووليدها في الدار، كانت خدامه ديك لا بيريود اللي كان فيها واحد شويه، ولات مؤخرا كتخدم، خرج مشى. باقي هاز المصروف ديال الدار وداكشي، ولاني ما بقاش تواصل معاه. يعني كيهضروا غير في شي حاجه الا كانت شي حاجه هكا زعما اللي هي اورجون. هي شنو وقع ليها البارح؟ داك سولكو توحشاتو، بغاتو سور لو شون يكون معاها، بغات يعني جاها واحد طلعت لها واحد الضبابه للدماغ ديالها، والو بغيتو دابا بغيت نهضر معاه بغيت سميتو. فقلت لها تكالماي، ورا قلت لها هذا الموضوع هذا، قلت لها راني الله، قلت لها بحثت فيه وصيفط لها البودكاست ديال جي شادي، ولكن انا راني ترجمت الفيديو اللي ما شافوش راه هو في القناه ديال شنو سميتو، كيفاش ما كنتعافاوش يعني من الا مرينا بواحد الالم ديال الفراق او الحداد. وشرحت لها اكزاكتومون شنو كيوقع في هي هاد لا بيريود هذه اللي كنبداو نفكروا فيها الاخر واش كيفكر فيا، حيت سولاتني قالت لي واش حتى هو كيفكر فيا كما انا كنفكر فيه. قلت لها غالبا، قلت لها غادي يكون كيفكر فيك. قلت لها 22 ديال الزواج، 22 عام ديال الزواج راه ماشي لعب. وربما قلت لها يا اما داير لك الصمت العقابي كيتسناك انتي تاخدي لا غولاف وانتي تسولي فيه وانتي تضعفي، وإلا رجعتو غتكوني انتي في مركز ديال الضعف. ربما يكون هو خدا القرار صافي ومشى بمره، ما غاديش يعاود يرجع، يعني صافي كيتصرف عادي ما كيسول فيك ما حتى شي حاجه. مي قلت لها كالمي راسك، ما كايناش ديك لورجونس بغيتو دابا ونهز التليفون ونعيط ليه وهذا. قلت لها ديك السخونيه ديال ديك الوقيته اللي انت بغيتي تهضري معاه وبغيتي يكون معاك راه غادي تمشي وغادي ترجعي ثاني، ربما غتندمي على هذاك القرار ديال الزربه. قلت لها فكري مع راسك اشنو بغيتي. قالت لا انا هذاك السيد ما بقيتش بغيت نرجع معاه، صافي سالينا. قلت لها هو منين انت واخده هذا القرار ديالك انك ما بغيتيش تبقاي معاه؟ شرحت لها قلت لها انت اشنو واقع لك في الجسم ديالك، في الكيميكالز دماغك اشنو كيسكريتي دابا كهرمونات اللي كيخصها تخرج. فقلت لها اون باراليل قلتي ما ديري حتى شي حاجه، رجعي للخدمه ديالتك كما كنتي كتخدمي، هي كتخدم ديال راسها. قلت لها رجعي خدمي، عمري وقتك بالخدمه، عمري وقتك بالرياضه، وفكري مع راسك وشوفي، حطي كل شيء سور لا طابل. واش هاد السيد مازال كاينه واحد الامكانيه؟ قلت لها انت دابا كتقولي انا ما بقيتش بغيت نبقى معاه، شنو هما المشاكل اللي كانت كطرا بينك وبينه شحال هذا؟ المهم هضرنا تناقشنا شويه في داكشي. شنو القرار ديالك انت، شنو بغيتي، هو اشنو باغي. ولكن قلت لها دابا هذيك الزربه ديال دابا تهزي التليفون وتعيطي له وداكشي، يعني هذاك الشيء علاش كيخصنا يكون عندنا شي حد كوتش اولا شي حد اللي هو قريب لينا كنعرفوه بانه غادي يرجع لنا العقل ديالنا وغادي يورينا واحد شويه كيفاش اشنو كيخصنا نديرو. لان انا هادشي دزت منه فهذاك الشيء علاش يعني وداك الشيء علاش كنت كنبحث حتى طحت في الفيديو ديال جي شادي اللي عطاني واحد الجواب اللي هو كافي. حتى شحال مره كنتفارقوا كنعاودوا نرجعوا، ورا داكشي اللي كنتفارقوا عليه كنرجعوا عليه، راه ما كاين حتى شي تبديله، حتى حاجه ما كتبدل. يعني غير ديك الضبابه كتطلع للدماغ، خاص دوك الهرمونات اللي في الجسم يخرجوا، فكتلاقاي مع ديك لا بيرسون كتشوفيها كتجلسي مع واحد شويه صافي داكشي ثاني كيسميتو وكترجعي للواقع. كنرجعوا كنبردوا راسنا واحد شويه، كنقلبوا على يا اما قلت لها سافري الا قدرتي، قلت لها تسافري ديري بروغرام، قلت لها انت ولدك ديري شي حاجه، قلت لها باش تبدلي داك تفكيرك. عمري قلت لها الفراغ ديالك ما تبقايش قلت لها غير جالسه نهار كامل كتنوضي ولدك كيمشي للمدرسه انت كتبقاي جالسه في الدار، اشنو كاين ما يدار؟ كيبداو الافكار قلت لها كيطيحوا لك على دماغك، وكيبدا قلت لها هذيك الوحشه قلت لها كتوحشي راجلك وكتوحشي. ولكن قلت لها راه من موراها انت قلت لها كتقولي بانك انت ما بقيتيش بغيتي تبقاي معاه. ففكري في هذه الفكره ديال واش نيت بصح نيت في الداخل ديال
دونك ما نزربوش بعض المرات منين يوقعوا لنا شي حوايج بحال هكا، ما نزربوش في اتخاذ القرارات، ناخذوا وقتنا، نهضروا مع الناس اللي غادي يعرفوا كيفاش يوجهونا، الناس اللي غيسمعوا لينا، والناس اللي غيشوفوا من الجهه الاخرى اللي حنا ما كنشوفوهاش. دونك هادشي اللي كاين. دونك جيسبر ان شاء الله انها صفت ليها حتى واحد الفيلم واحد اخر تفرج فيه كيفاش ان الانسان وسولتني شنو هي المده اللي كيخص الانسان يبقى فيها من مورا واحد الفراق اللي باش يقدر يعاود يلقى راسو، سيرتو في المده الطويله اللي كتكون ديال الزواج. ماشي ساهل الانسان كيجي وكيطوي الصفحه، خاص واحد المرحله ديال التشافي اللي كتاخذ وقت طويل، وكيقولوا بانها كيخصها 5 سنين. 5 سنين راه ماشي سهله، لانها كتاخذ واحد بزاف ديال المراحل كيدوز منها الانسان باش كيقدر يعاود يلقى راسو، سيرتو الانسان لا تزوج صغير كيكون غامس مع واحد الانسان واحد اخر في واحد الحياه اللي هي ربما كيكون دخل في واحد الحياه في واحد السيستم ماشي ديالو، في واحد العادات ربما ماشي ديالو، فكيخص الانسان يعاود يرجع يلقى راسو. فديك المرحله ديك الروينه ديك اللي كيكون الانسان طيح فيها من مورا الفراق كيخصها وقت ماشي سهله باش كيرجع داك الماء يتصفى، باش كيرجعوا المشاعر لبلاصتهم، وباش كيقدر الانسان يعرف راسو شنو باغي يدير، شنو بغيتي. والمشكل ان بحال دابا مثلا بحال هاد السيده هذه راه تفارقت مع راجلها شحال من مره، تفارقت وتصالحوا وتفارقت وتصالحوا وتفارقت وتصالحوا. فهنا عندك الوقت باردون باش تجلسي وتخمي مع راسك انتي باردون شنو باغا ديري. بيجو ما كيعجبوش الحاجات كيكعب، شنو باغا ديري. ما تخليش ديك الرغبه وداك ديك اللي بغيتي انت دابا بغيت نهضر معاه، بغيتو يكون معايا، بغيتو يكون حدايا، تلعب لك على المستقبل ديالك.